السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. نتمنى البنات الفيديو ديالي يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم البنات رجعت لكم بوصفة جديدة. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله ما غاديش نقدم لكم الصباغة الطبيعية، ولكن اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة لعلاج مشكل كيعاني منه بزاف ديال الناس، ماشي غير الناس كبار السن وإنما حتى الناس اللي السن ديالهم صغيرة حتى هما كيعانيو من هذا المشكل هذا، مشكل الشيب. هاد الوصفة البنات راه كتعالج الشيب، كتغطي الشيب وكتحد من الظهور ديالو من جديد. هاد الوصفة اللي غنقدم لكم اليوم فيها مكونات رائعة، مكونات مفيدة للشعر، ماشي كتعالج فقط مشكل الشيب، وإنما كذلك المكونات اللي في هاد الوصفة هادي راه كتقوي بصيلات الشعر وكتمنع تساقط الشعر وكتزيد في الطول ديال الشعر، وكذلك كتخلي الشعر فيه واحد لا بريونس واحد اللمعان، تردي ليك الشعر ديالك وكتقويه. هاد الوصفة البنات راه كيما قلت لكم زوينة زوينة بزاف مجربة، غير داوموا عليها، داوموا عليها البنات، ما تبقاوش تقولوا لي في التعليق ان النتيجة ما عطاتكمش. هاد الوصفة راه ما عطاتكش نتيجة من اول استعمال. هاد الوصفة هادي راه غتعطي نتيجة من اول استعمال بالنسبة للبنات اللي كيعانيو من الشيب وعندهم اللون الشعر ديالهم مغلوق، اللي عندها الشعر ديالها بني مغلوق ولا عندها الشعر ديالها اسود. راه هاد الوصفة هادي بلا ما غادي نحلف بدون قسم غادي تعطيها واحد النتيجة من أول استعمال. بالنسبة للبنات اللي الشعر ديالهم فاتح شوية، غير حاولوا أنكم تداوموا على هاد الوصفة يوميًا، يوميًا البنات، هاد الوصفة غير داوموا عليها وراه غتعطيكم النتيجة اللي كتمناوها. إذا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش ديروا ليا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الوصفات ديالي. وتنشكر بزاف بزاف البنات اللي خلاو ليا التعاليق الزوينه ديالهم، صراحه فرحوني التعاليق ديالكم في الفيديوهات السابقه. هاد التعاليق الزوينه هي اللي كتخليني نستمر ونعطي احسن ما عندي ونقدم لكم احسن ما عندي من الوصفات. اذا بسم الله، على بركه الله، نبداو الوصفه. مكونات هاد الوصفة راه ساهلة البنات كما تشوفوها نتوما قبالتي. راه هاد المكونات كلها اللي أنا إن شاء الله غادي نقدم لكم في هاد الوصفة راه كما قلت لكم كلها كتقوي الشعر وكتغذيه وكتمنع التساقط وكتقوي بصيلات الشعر، وفي نفس الوقت كتغطي الشيب وكتمنع ظهوره من جديد. هاد الوصفة راه صالحة كذلك للبنات اللي باقي ما بداهمش الشيب. البنات اللي باقي ما بداهمش الشيب غير استعملوا هاد الوصفة هادي، لأنها غتخلي الشيب ما يظهرش ليكم، كتمنع كتحد من ظهور الشيب. إذا الوصفة غادي نحتاجو فيها في المكون الأول الحلبة. ها نتوما كتشوفوا غادي نوضح لكم مزيان البنات المكونات، لأن بزاف ديال البنات في التعاليق كيقولوا لي بأن اللهجة المغربية كتجيهم صعيبة وما كيفهموهاش. وبالنسبة لمتتبعاتي اللي في البلدان العربية غادي نوعدكم وغادي نحاول نبقى نهضر شوية باللغة العربية باش تفهموا ليا تفهموا شنو كنقول طبقوا الوصفة في الفيديو كما يعني بوضوح، يعني غادي نوضح لكم كل شيء إن شاء الله. إذا هانتوما كتشوفوا هنا عندي الحلبة. الحلبة أنا غادي نحتاجها مطحونة، ها هي مطحونة. وغنحتاجو كذلك حبة البركة، كاين اللي كيقول ليها حبة البركة، الصانوج أو الحبة السوداء. كذلك الحبة البركة غادي نحتاجوها مطحونة، ها هي هنا طحنتها. كذلك المكون الآخر اللي غنحتاجو في هاد الوصفة القرنفل. القرنفل راه ممتاز للشعر وحتى هو تيغطي الشيب مع المداومة تيغلق اللون ديال الشعر. غنحتاجو القرنفل مطحون. كذلك غنحتاجو في هاد الوصفة بذور الكتان مطحونة. وغنحتاجو كذلك في الوصفة غنحتاجو كذلك القهوة، ماشي قهوة سريعة الذوبان وإنما غنحتاجو البن، القهوة اللي مطحونة. هاد المكونات البنات اللي كلها غادي طحنوها، إذا غتشريوها إما مطحونة إما غتشريوها طحنوها في الدار. أنا كنفضل أنكم تشريوها عاد طحنوها في الدار من الأحسن. إذا هاد المكونات كلها غادي نحتاجو ليها الزيت. هنا غادي نعطيكم جوج ديال الطرق، إما غادي تخلطوا هاد المكونات بزيت نباتي، أنا كنفضل أنكم تخلطوها بزيت نباتي، أو أنكم تخلطوها بشي زيت عندكم كتستعملوه للشعر ديالكم، وهذا غيكون أفضل. أنا بالنسبة ليا كما كتشوفوا أنا غادي نخلط هاد المكونات بواحد الزيت ديجا عندي كنت حضرته.
واللي بغات المكونات ديال هاد الزيت هذا تخلي ليا تعليق، وأنا إن شاء الله غادي نعطيها هاد المكونات اللي في هاد الزيت. صراحةً هاد الزيت هذا راه غزير غزير البنات بزاف، أنا كنداوم عليه ديما كنستعملو، كيقوي الشعر وكيمنع التساقط وتيمنع فراغات الشعر، زوين بزاف البنات. دايرة فيه التومة وورق السدر و وروزماري حتى هو و والقرنفل. المهم دايرة فيه بزاف ديال المكونات. اللي بغات الوصفة تخلي ليا تعليق، وأنا إن شاء الله غادي نعطيها الوصفة كاملة. إذًا كما كتشوفوا أنا غادي ناخد هنا غنستعمل هاد الزيت هذا اللي أنا محضراه سابقًا. غادي ناخدو مقلاة، خدو مقلاة اللي كتستعملوها فقط للوصفات، لأن هاد المقلاة ديما كنستعملها للوصفات الطبيعية، ما كنخدمهاش في الأكل. إذًا غناخدو مقلاة وغادي نصفي فيها داك الزيت، ومن بعد غادي نضيف المكونات كلها اللي ذكرت لكم سابقًا. إذًا كما كتشوفوا هنا غادي نضيف حبة البركة مطحونة، ثم غادي نضيف الحلبة مطحونة، وغادي نضيف كذلك بذور الكتان والقرنفل والقهوة. من بعد غادي ناخد المقلاة وغادي نوضعها فوق النار هادئة، نقصو عليها مزيان على نار هادئة باش ما تحرق لكمش داك الزيت، وغادي نبقى نخلط هاد المكونات جيدًا. غادي نبقى نخلط على نار مهيلة بزاف البنات، وكنأكد أن النار تكون مهيلة، يعني باش ما تحرق لكمش ديك الزيت، لأن ملي غتحرق لكم ديك الزيت ما غاديش يبقى المفعول ديال دوك المكونات، يعني دوك الفوائد اللي في دوك المكونات ما غاديش يبقاو. إذا هانتوما كتشوفوا غادي نخلي هاد المكونات على نار مهيلة تنحس بأن ديك الزيت سخنات مزيان واندمجات مع دوك المكونات. من بعد غادي نشد هاد الزيت هادي وغادي نخليها حتى تبرد، وغادي تاخدو ليا البنات واحد البخاخ، زجاجة بخاخ، وغادي تصفيو فيها هاد الزيت هذا. كما كتشوفوا أنا راه ما صورتش ملي كنت كنصفي داك الزيت. إما غتصفيوه فواحد المصفاة رقيقة، أو غادي تاخدو جوارب اللي كنقولوا حنا بالمغربية الليبة. غتاخدو واحد الجوارب وغادي تكون نقية جديدة، وغادي تصفيو فيها مزيان هاد الزيت هذا. وفي الأخير غادي تعطيكم هاد المحلول، غيعطيكم هاد المحلول هذا اللي صراحةً أنا كنسميه المحلول السحري للقضاء على الشيب نهائيًا. ما تصوروش البنات هاد الوصفة هادي شحال زوينة بزاف، وإن شاء الله ملي غادي تجربوها غادي تشكروني عليها. طريقة الاستعمال راه ساهلة. هاد الوصفة هادي ماشي مشكل أن الشعر ديالكم يكون يعني ما تقدروا ما تغسلوش شعركم من بعد، تخليوها في الشعر ديالكم. غادي تاخدوا ليا هاد المحلول هذا وغادي ديروه على الشعر ديالكم، وغادي تدلكوا ليا الشعر ديالكم مزيان مع التدليك، باش يعني تعزز لكم الدورة الدموية في فروة الرأس. غتبقاو غترشوا هاد المحلول هذا في مقدمة الرأس، يعني في جميع فروة الرأس كاملة، وغادي تقوموا بعملية مساج لفروة الرأس ديالكم باش تدور لكم الدورة الدموية. واحد 2 دقايق حتى 3 دقايق وانتم كتقوموا بعملية التدليك لفروة الرأس. ومن بعد يمكن لكم تخليو هاد الوصفة هادي على الشعر ديالكم نهار كامل ولا حتى اليومين، ماشي مشكل. ومن بعد تبقاو تغسلوا الشعر ديالكم. فين ما تغسلوا الشعر ديالكم بقاو دوموا على هاد الوصفة هادي. تقريبا أنا تنفضل أنكم ماشي ديروها مرة في الأسبوع، وإنما 3 المرات حتى ل4 المرات أسبوعيا، وداوموا عليها البنات وكونوا أكيدين أنها غتعطيكم واحد النتيجة زوينة. صراحةً البنات بغيت كلشي البنات يجربوا هاد الوصفة هادي. كنتمنى تكون هاد الوصفة عجباتكم وجربوها البنات، وخليو لي واحد التعليق الزوينة ديالكم، وما تنساوش تشتركوا ليا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ومرحبا بأي وحدة انضمت ليا القناة ديالي، وشكرا على التعليق الزوينة ديالكم والتشجيع ديالكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.